بيبدأ الفيلم في يوم من الأيام في كوريا الجنوبية، واليوم ده العالم كله هيتغير علشان زلزال قوي هيسبب دمار كبير. وقبل الكارثة ما تحصل بدقايق بنروح جوه معمل للدكتور وكان بيعمل بحث في مادة غريبة، وفي كمان شوية سحالي وزواحف، وواحد منهم هنا اكتمل بعد ما اتقطع نصين. وبنعرف بقى إن الحيوانات دي كان بيتعمل عليها التجارب. بعدها بنتعرف على الدكتور يانج اللي بيدور على علاج لبنته السوء اللي بتموت، وكل التجارب اللي بيعملها دي علشان ينقذ بنته المريضة. بس بيبقى في حاجة غامضة بقى في الظروف دي كلها، لأن بيكون في جثث لدكاترة ميتة على الأرض حواليه، وفريق من جنود الاقتحام هنا بيدخلوا المكان بسرعة وعايزين يوقفوه. بس في اللحظة دي بقى الزلزال بيحصل وكل اللي كانوا جوه المعمل بيموتوا، والمبنى بينهار عليهم وخلاص بقوا تحت الأنقاض. بتعدي سنين كتير على الزلزال المدمر ده، وكوريا الجنوبية خلاص بقت أرض مفتوحة وكل الحضارات اتدمرت نهائي. الناس بقت بتعيش بصعوبة شديدة، والفقر والمرض منتشرين في كل مكان. اللي باقي منهم بيجمعوا بعض وبيقعدوا في قرى صغيرة، وموارد الأكل والمية بتكون نادرة جدا. وفي العالم ده بنشوف واحد من الصيادين اسمه جيوان. أول ما بيشوف التمساح بيفرح جدا علشان طبعا هيصطاده، وأول ما يضربه بالسهم التمساح بيموت، لكن فجأة بيصحى تاني وعلى طول بيطارده بمنتهى السرعة. لكن بيظهر هنا شخص اسمه نام سان وبيسحب التمساح من ديله، وبعدها بيقطع راسه علشان ما يصحاش تاني. نام سان وجي وان بقى بيشتغلوا صيادين محترفين، وبيدخلوا الأرض كل فترة وبيقتلوا أي حيوان يلاقوه علشان طبعا يبيعوا اللحمة بتاعته في سوق القرية مقابل موارد تانية. المهم بتظهر بنت شابة هنا في القرية اسمها سونا، وجدتها بتقولها إن هي عايزة تخرج من القرية لأن هي سمعت إن في مكان تاني فيه مياه نضيفة. لكن سونا بتقولها إن العالم ما بقاش زي الأول وما فيهوش أمان. وبنرجع للصيادين وهم بيبيعوا اللحمة. هنا سونا وجدتها بيجوا علشان ياخدوا حصتهم، وبيكون واضح هنا ان جي وان بيحب سونا وعمرهم قريب من بعض. بعدها بتيجي عصابة من اللصوص اللي بيتاجروا بالبشر، وبيكونوا جايين علشان ياخدوا الناس وينقلوهم لمكان مجهول. وواحد من العصابة هنا بيشوف سونا وبيبقى عايز ياخدها، فبيجي جي وان بسرعة علشان يحميها، لكنهم بيضربوه جامد. ساعتها نامسان بيتدخل علشان يدافع عن صاحبه، وبنكتشف هنا بقى ان الراجل ده مش مجرد صياد، لا ده كمان مقاتل أسطوري. هو بيعرف منهم هنا ان زعيمهم اسمه تايجر اللي نامسان عارفه كويس. نامسان وجي وان بقى المفروض كانوا يطلعوا في رحلة صيد طويلة، لكن بعد ما عرفوا ان سونا في خطر بيقرروا ان هم يروحوا للخيمة بتاعتها علشان يأمنوها. بيلاقوهم هنا بيتكلموا مع ناس غريبة، بتقودهم واحدة ست وبتشرح لهم ان هم بيعيشوا في وحدات زي الشقق كده، لكنها بتكون بعيدة شوية عن القرية، ودي بتكون المنطقة الوحيدة اللي نجت من الزلزال. المكان ده بقى بيكون فيه عدد من الخدمات، أهمها إن فيه مياه نضيفة في الحنفيات. الكلام ده طبعا بيقنع أي حد بيكون عايش هنا ويتمنى إن هو يغير حياته وينتقل للشقق دي، خصوصا إن المناطق المجاورة ليهم ما شافوش المطر من شهور، وأصبحت مياه الشرب النظيفة هي أغلى حاجة على وجه الأرض. المجموعة الغريبة دي بتقول إن هما بيدوروا على ناس تانية علشان ينضموا لمجتمعهم ويكبروه، وبيقولوا كمان إن الشباب اللي تحت 20 سنة هما وأهاليهم بس اللي هيدخلوا. سونا لما بتسأل عن سبب القانون ده، الست بتقولها لأن الشباب هما المستقبل وهما اللي هيقودوا البلد. بعدها سونا بتسأل بكل براءة لو كان نام سان وجي وان ممكن يروحوا معاهم علشان هما يعني زي أهلها برضو، لكن الست بترفض وبتقول القرايب بس المرتبطين بالدم. سونا بتكون قلقانة ومترددة، لكن جدتها بتشجعها انهم يمشوا معاها، وفعلا بيمشوا مع المجموعة الغريبة وبيودعوا الصيادين بعد كده. ونامسان هنا وجي وان لسه ما اكتشفوش ان في حاجة غلط، فبيتمنوا لهم التوفيق. لكن في حاجات بتبان هنا لسونا في الطريق. اولا الجنود اللي ماشيين معاهم بتحس ان فيهم حاجة غريبة كده زي الدمامل على الجلد. وبعد المشي الطويل جدتها طبعا بتتعب، فالجنود بياخدوها من سونا وبيقولوا لها ان هم هينقلوها لمركز طبي قريب، وبياخدوا كمان راجل كبير تاني تعبان وبينقلوهم بعيد عن المجموعة، وبيقولوا للشباب ما تقلقوش بقى انتوا هتتقابلوا في الشقق لما توصلوا. سونا هنا بقى بتكتشف حاجة غريبة جدا، ان في عربيات مستنياهم على بعد مسافة قليلة جدا، وطبعا سونا بتتساءل هي ليه جدتها فصلوها عنها طالما ان في عربيات قريبة. الست هنا بقى بدأت تراوغ وما بتردش عليها، والوضع المخيف بقى بيتكشف لنامسان وجي وان، لانهم هم في رحلة صيد ليلي بيشوفوا اتنين من الجنود بيزقوا راجل كبير في حفرة، وكمان بيموتوا جدة سونا. ولما الصيادين بيحاولوا يتدخلوا بتحصل معركة كبيرة جدا بضرب النار، وبيعرفوا ان الجنود دي تقريبا خالدين علشان ما بيموتوش حتى لو بضربات قوية، ومفيش حل غير انهم يقطعوا رؤوسهم. تاني يوم الصبح المجموعة لما بتوصل على المنطقة، سوني هنا بتتعرف على المجتمع في مجمع الشقق، وبالرغم ان في مياه نظيفة فعلا موجودة في الحنفيات وشقق كمان نظيفة بيدوها لكل عيلة، الا انه في الحقيقة معسكر قاسي جدا ومعمول لحاجة مختلفة معينة هنعرفها كمان شوية.
في البداية كده بنعرف إن الدكتور يانج ما ماتش في الزلزال رغم إن المبنى كله اتهد فوقيه، وبنعرف إن هو اللي بيدير المجمع ده كله بمساعدة الجنود. وطبعا الهدف من الموضوع ده كله إنه يعمل التجارب الغريبة بتاعته على البشر، وكان أصلا قبل الزلزال بيعمل التجارب دي على البشر وبيحاول يخلي الإنسان خالد بحونة واحدة. بس هو بقى كان محتاج موارد أكتر للمصل ده، علشان كده عمل شبكة كبيرة علشان يجيبوا له ناس أكتر يعمل عليها التجارب دي. والبلطجية المنتشرين في القرى تبع الدكتور واتدفع لهم كتير علشان يجيبوا المراهقين دول للتجارب. وطبعا كان موصيهم ان هو عايز الشباب اللي تحت 20 سنة، وسمح لهم ان هم يجيبوا اهاليهم كمان علشان اكيد الشباب دول مش هيسمحوا ان اهاليهم يقعدوا لوحدهم. المهم الشباب دول بيبقى ليهم سكن في الدور الثامن في المبنى، وبيحضروا حصص ومحاضرات زي المدرسة بالظبط، لكن أهاليهم بقى بينزلوهم للبدروم وبيجبروهم يشتغلوا طول النهار، وبيقعدوا يفلتروا المية اللي بتستخدم في العمارة كلها بإيديهم علشان تبقى آمنة للشرب. وبيقولوا لهم هنا انهم لازم يشغلوا عملية التنقية دي طول الوقت علشان يوفروا لعيالهم المياه النظيفة، وده بقى بيكون تاني سبب خلاهم يجيبوا الاهالي بتاعتهم كمان معاهم. لكن بقى الناس العواجيز اللي زي جدة سونا كده ملهمش لازمة، واكيد مش يقدروا يشتغلوا علشان كده بيتخلصوا منه. بيبان بشكل واضح ان الجنود اللي بيقودهم النقيب كون كانوا بيشتغلوا مع الدكتور يانج وبياخدوا من المصل بتاعه، وكون طبعا بيشوف نفسه وبيبقى عايز يسيطر على الارض كلها. وبنرجع للصيادين في خناقتهم الصعبة جدا مع الجنديين المتحولين دول واللي مش قادرين عليهم خالص. لكن فجأة هنا بتظهر ست بتساعدهم في قتلهم، وبعدها بتعرفهم بنفسها وان هي جاية مخصوص لنامسن علشان يساعدها، وبتقول لهم ان هي عارفة كل حاجة عن المنطقة السكنية دي، وبتبدأ تحكي إن هي كانت زمان بتشتغل في سلاح الطيران اللي تبع الجيش، وفي مرة كده لفت نظرهم وجود عمارة في وسط الأنقاض ما اتأثرتش قوي من الزلزال، علشان كده هم عملوا معسكر في المكان ده مع باقي الناس اللي نجت. وبعد كده الدكتور يانج وصل للمكان، وبعد كام يوم اكتشفنا ان هو عمل مؤامرة سرية مع النقيب كون وبدأ يعمل التجارب في المكان ده، وطبعا ناس كتير ماتت في ايده. لكن النقيب كون كان فرحان جدا بالموضوع ده، وبيبقى عايز يثبت لها ان ده مستقبل البشرية، فبيضرب زميله بالنار واللي بعدها بيقوم من تاني وما حصلوش حاجة، لكنها رفضت بقى تكون جزء من التجارب القاسية دي، وبعدها عرفت تهرب من المكان. بس هي بقى ناوية ترجع تاني علشان تساعد زمايلها اللي رافضين التجارب زيها، وبتعرفهم ان هم دلوقتي محبوسين في السجن هناك وعايزة مساعدتهم علشان يخرجوهم. طبعا الصيادين بيوافقوا على طول، خصوصا ان هم كده اتاكدوا ان سونا في خطر. ونرجع للدكتور يانج هنا وهو بيتكلم مع الاولاد وبيطمنهم على اهلهم، لكننا بنلاحظ هنا ان هم قاعدين تايهين بسبب العمليات اللي اتعملت عليهم. لكننا هنا بنتفاجئ ان في بنت بترفع ايديها وبتطلب بنفسها تنضم للتجارب دي، وبتقول كمان ان هي بتحب دكتور يانج جدا. هو طبعا بيفرح بالموضوع ده وبيوعدها ان هو هياخدها لمعمل التجارب، لكنه قبل ما يمشي سونا بتسأله فين جدتها لأن هي عايزة تطمن عليها، لكنه ما ردش عليها. والست هنا بتفهمها إن هي تعمل جامد ومحتاجة رعاية صحية يومين أو 3 بالكتير. وهنا دكتور يانج بيتدخل وبيقولها إن ستها هنا في المبنى وبيعالجها بنفسه لأن عندها سوء تغذية شديد جدا ولازم يتابعها بانتظام. المهم بالليل سونا بعد ما الكل ينام بتخرج علشان تدور على جدتها، لكنها بتشوف دكتور يانج والأمن فبتستخبى منهم في مكان. المكان ده بيطلع المكتب الشخصي والمختبر بتاع يانج. الفضول طبعا خلاها تفتش في الأبحاث، وبتعرف كل اللي ناوي يعمله والسبب الحقيقي ورا وجودهم هنا. وبتكتشف كمان حاجة غريبة، إن بنته سويون كانت مريضة وماتت في وقت الزلزال، علشان كده كان بيعمل تجارب كتير ساعتها على الزواحف، وكمان جرب المصل ده على البشر، لكنهم طبعا ماتوا منه. علشان كده السلطات ساعتها كانت جاية علشان توقفوه، لكنه قدر يحقن نفسه بالمصل بسرعة، علشان كده طلع عايش بعد الزلزال. هو بيكون محتفظ بجسم بنته لأنه بيكون مقتنع إنه يقدر يخترع مصل يرجعها تاني للحياة. وعمل الاتفاقية السرية مع النقيب كون علشان يقدر يطور المصل أكتر، وحقنه هو وجنوده علشان يأمنوا المكان بتاعه، وكمان يعرفوا يجيبوا له الشباب المراهقين علشان يعمل عليهم التجارب. المهم بيكون هنا في بعض الأهالي قلقوا على أولادهم وعايزين يطلعوا الدور الثامن يطمنوا عليهم. يانج لما بيعرف بياخدهم علشان يشوفوهم في المختبر، وبتكون البنت دي الأخيرة نايمة على الجهاز وكان ساحب منها الغدة النخامية. هو بيعتقد إن هي مغمى عليها، لكن البنت مش بتستجيب خالص للمصل وبتموت. سونا هنا بقى بتكون مستخبية وشايفة كل اللي بيحصل ده، وبتشوف كمان يانج وهو بيقتل أبوها وأمها. نرجع للصيادين اللي قرروا يروحوا لعصابة تايجر علشان يساعدوهم، وأول ما بيدخلوا بيتخانقوا معاهم، ونابسن بيضربهم كلهم علشان يجبر زعيمهم تايجر إنه يروح معاه، وده مش علشان جامد ولا حاجة، لا عشان بس الأمن هناك عارفينه وهيدخل بسهولة.
المهم لما بيوصلوا على المنطقة الأمن بيشك في العربية، ونمسان على طول بيقتحم المبنى بالعربية وبتحصل معركة كبيرة. بيسيبوهم في الآخر يدخلوهم السجن علشان يطلعوا الجنود اللي جوه علشان يقدروا يساعدوهم بعد كده، لكن للأسف بقى اكتشفوا إن كل الجنود دي اتحولت لزومبي. النقيب كون هنا بيبلغ الدكتور إن في متطفلين دخلوا المنطقة، والدكتور هنا بيديله أمر بالتعامل معاهم، وبعدها على طول بيكتشف وجود سونا وبياخدها يحطها على نفس الجهاز علشان يسحب منها الغدة. بعد ما سحب منها المواد اللي عايزها، دكتور يانج بقى بيكون متعود انه يحقن شوية منها في جسمه، لكن بنكتشف ان المواد دي بتتعبه جدا وبتؤدي لهلاكه. سونا بقى كانت عارفة من الأول ان في حاجة غلط في المنطقة دي، علشان كده ما شربتش ولا نقطة مية من الموجودة، وهم كانوا حاطين مواد معينة في المية دي علشان الغدة النخامية تفرز مواد معينة، لكنه محصلش، والإفرازات بتاعت الغدة النخامية بتاعتها أصبحت ما تنفعش المتحولين. علشان كده دكتور يانج هنا بدأ يتحول لوحش. والناحية التانية هنا جيوان ونامسان بيقدروا يتخلصوا من الجنود وبيفتحوا طريقهم للمعمل. والصياد الماهر هنا بيبهرنا انه بيقدر يتخلص من النقيب كون المتحول ده، غير انه بيخلص كمان على اغلب الجنود. بعد كده كل الاهالي بتخرج وبيبقوا طبعا عايزين يطمنوا على اولادهم، ودكتور يانج هنا لما بيعرف ان المعسكر بتاعه خلاص اتدمر بيأمر ان جسم بنته يتحط في شنطة علشان ياخده معاه. بس الدكتور لما بيخرج بقى الاهالي بتتلم عليه وبيضربوه، لكنه بيلاقي بندقية وبيرش الناس بالرصاص بجنون وبيموت معظمهم. بس لما بيهدى بيكتشف انه ضرب على الشنطة اللي فيها بنته. بتسيطر عليه حالة حزن ويأس، وهنا نامسان بيجي على طول يضربه في راسه بطلقة. وبعد كده المنطقة أخيرا بتستقبل المطر بعد طول انتظار، وسونا خلاص ما بقاش ليها غير نامسان وجيوان، وبقوا هما التلاتة عيلة واحدة.